لحظات مع التاريخ من معرض الصور التاريخية للمسيرة الخضراء المظفرة، ونترككم مع الصور والعناوين. الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، ذكرى تاريخية في محطة تاريخ المغرب وفي ذاكرة المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس. ففي يوم 16 أكتوبر من سنة 1975 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد وضعت هذه المسيرة السلمية حدا لنحو 3/4 قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم، ومكنت المغرب من تحقيق واستكمال الجزء الأكبر من وحدته الترابية. فبعد أن بتت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب، وجاء رأيها الاستشاري معترفا للمغرب بحقه في صحرائه، مؤكدا على وجود روابط قانونية وروابط بيعة متجذرة كانت دائما قائمة بين العرش المغربي وأبناء صحرائه المغربية. أعلن الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء وتحريرها، وقد جاءت المسيرة الخضراء لتضع حدا فاصلا مع منطق الحرب وأسلوب المغامرة. وحرصا من جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه على تجنيب المنطقة حربا مدمرة، اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم المسيرة الخضراء والداعي إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات. وقد رأى الكثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع السياسي وسيكولوجيا الجماعات في المسيرة الخضراء فعلا اجتماعيا وسيكولوجيا متميزا، واعتبره الأستاذ عبد الله ساعف أول ارتعاشة قومية عاشها المغرب والمغاربة قاطبة بعد الاستقلال. وفي يوم 5 من نوفمبر سنة 1975 خاطب الملك الحسن الثاني رحمه الله المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز. وقد بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء 350 ألف مواطن، ومن بينهم 10% من النساء، وكان للمرأة حضورا متميزا ومشاركة ذات أهمية من جميع مناطق المغرب، إضافة إلى مشاركة وفود كل من المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسودان والغابون والسنغال، والحضور للأمين العام للمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان اختيار الملك الحسن الثاني لعدد المشاركين المغاربة يساوي عدد الولادات بالمغرب في تلك الفترة. في الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على الملك لإقناع المواطنين المغاربة بالذهاب إلى الصحراء، فالعلاقة الوطيدة بين العرش والشعب والحب والاحترام اللذان يتمتع بهما لدى أفراد الشعب ارتقى بذلك إلى مستوى الواجب الوطني الكبير. وما كان لقائد آخر أن يتمكن من جمع تلك الأعداد من المتطوعين بسهولة وفي وقت قياسي، إلا أن تكون له منزلة رفيعة في قلوب شعبه ويحظى بحظ كبير من الحب والاحترام. لقد تسلح المتطوعون في المسيرة الخضراء بالقرآن الكريم، ولم يحمل خلالها أي سلاح، تأكيدا على أنها مسيرة سلمية. وانطلقت المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة والتنظيم اللوجستيكي اللافت، فعبرت المسيرة الخضراء حدود الصحراء تحت ردود فعل عالمية وإقليمية متباينة،
أما إسبانيا فقد عارضتها وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمواجهتها، كما أعلنت من خلال مندوبها في مجلس الأمن أن المسيرة الخضراء هي زحف عسكري مسلح، ولذلك فقد حركت أسطولها البحري إلى المياه الإقليمية المغربية، كما أعلنت أنها قامت بزرع الألغام على مناطق واسعة من الصحراء. وبعد نجاح المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي وتوغل المتطوعين المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية، اضطر الإسبان إلى العدول عن موقفهم المناوئ للمغرب والبحث عن حل لمشكلة الصحراء، فبدأت اتصالاتهم بالمغرب، ما دفع الملك الحسن الثاني إلى إصدار أمره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفايا مؤقتا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة. وقد ورد في كتاب ذاكرة ملك أن الصحفي الفرنسي إريك لوران سأل الملك الحسن الثاني في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء، فأجاب جلالته في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. وفي 9 نوفمبر 1975 أعلن الملك الحسن الثاني رحمه الله أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها، وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفايا. ومن نتائج هذه المسيرة وحدث المسيرة الخضراء الذي أصبح من العلامات الفارقة في تاريخ المغرب الحديث قبول إسبانيا إجراء المفاوضات والوصول إلى اتفاقية مدريد الموقعة يوم 14 نوفمبر 1975، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بموجبها دخل المغرب إلى العيون سلميا وانسحاب الإدارة الإسبانية من المنطقة يوم 26 فبراير 1976 قبل يومين من موعد محدد في اتفاقية مدريد الذي كان 28 فبراير. ومن دواعي الفخر والاعتزاز بوطنيتنا وانتمائنا لبلدنا المغرب الحبيب أن أول المتطوعين بالمسيرة الخضراء كان صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الراحل رحمه الله، حيث دون اسمه بسجل المتطوعين بعدما أعطى أمره إلى العمال في كل المدن والأقاليم بفتح مكاتب تسجيل المتطوعين للمسيرة الخضراء. وكان من الشعب إلا أن لبى النداء وتطوع النساء والرجال، وكانت النساء جزءا من المسيرة الخضراء أي بنسبة 10% من كل الأقاليم، والباقي كلهم رجال. وجاء في خطابه كيفاش شعبي العزيز إذن المسألة غادي تركب وهذه المسيرة غادي تصوب. أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء، وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين. فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء، حتى تبقى لأبنائي وأبناء أبنائي، حتى تبقى لهم التاج الحقيقي والصولجان الحقيقي، ألا وهي صبغة الوطنية، وتنقول وهي صبغة الله وما أحسن من الله صبغة.
نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.